خلاص أظن جه الوقت إن أنا أقول إلزم حدودك، أيًا كان أنت مين، الناس هي اللي عملتك، وguess what لمّا تتحط في مكانة زي مكانة الفنان اللي بيشتغل على حاجة ويعرضها للناس ويا تعجبهم يا ما تعجبهمش، ساعتها أنت مضطر والكروكس الكوكو الfake في بُقّك إنك تسمعهم، تسمع رأيهم وما تعارضش حد، طبعًا ده طول ما الناس بتكلمك باحترام وبأدب، اللي هو بيقولوا لك مثلًا ده وِحِش وكده، ما فيش مانع من شوية نقد لاذع يعني، قد يوصل لكون إنهم يقولوا لك يا مفلس أو إيه البُق ده ما تفتحوش تاني، أو وراءك دي كلها تلفها وتحطها في طوس، أو يا مجرد بالونة يا ملك المعارك الوهمية يا مدعي العلم والثقافة يا اللي بتحط نفسك في إطار أنت عارف إنه مش هيخسرك ولا هيكسبك برضه، بس نظرًا لانهزامنا الحالي وانعدام تأثير أي حد فينا وأنت من ضمننا برضه، ساعتها بتبقى عارف إنك في الحالة دي الناس هتحتفي بيك، أو يا حديث الولادة يا اللي مش عارفين هتبقى موجود بكرة والّا لأ، لم لسانك وحطه في طيطوس برضه، واعرف بتتكلم على مين قبل ما تفكر ترد، ما تبقاش مغفل وحافظ على نجاحك وليد البارحة ده، وما تضمنش أوي جين زي دول، عشان العيال اللي فرحانة بيك دلوقتي بتقلب في ثانية وهتلاقيهم حطّوه لك، البلوك يعني، أصل نسيت أقول لك والله يعني هُم بيعرفوا يعملوا بلوك، مش أنت بس يا too much. طيب عشان مش من عادتي إني أدخل في نقاشات مع ناس على النت في الكومنتات بقى والشغل ده، أنا غالبًا لمّا خلاص يعني باعرف إن اللي قدامي ده مركّب مكان دماغه رغيف فينو وبايت، باعمل له بلوك، باشتمه بصراحة قبل ما باعمل له بلوك. فالحلقة دي رنتية صرف، هاتكلم فيها عن العبث اللي بيحصل اليومين دول، والخليط من الجهل البسيط والجهل المركب المنتشر بين مجموعة من الناس العاديين جدًا اللي ادينا لهم قيمة وعملنا منهم نجوم لأننا بندي للخرا سعر. في العادي لما بنقول جهل الناس بتتضايق وبتثور كده، لكن دي مش حاجة وحشة تمامًا، طول ما جهلك هو جهل بسيط مش جهل مركب. وخليني أقول لك الفرق، الجهل البسيط هو عدم علمي أنا كرامز بحقيقة شيء معين، أو عدم وجود معلومات كافية عن شيء معين في قريحتي العلمية والأدبية والفكرية، بس أنا معترف بده، ولما حد يكلمني بقول والله مش عارف بصراحة. الجهل المركب بقى واللي منتشر اليومين دول، وهو مثلا إن أنا كرامز ما عنديش معلومات عن الكوانتم فيزيكس مثلا، بس لو اتحط قدامي حديدة هطلع أتكلم وأثرثر بلا أي مرجعية علمية، يعني أنا ما عنديش معلومات ومش عارف إني ما عنديش معلومات، هو ده الجهل المركب. تخيل بقى إزازة كده فيها مزيج من الجهل البسيط والجهل المركب، اديناها لشخص ما وشربها كلها، والشخص ده مدعي ثقافة بل وراه شوية ناس هتطبل له، كمان الشخص ده عنده صوت يقدر يقوله وملايين الناس هتسمعه. ده اللي حصل مؤخرا، لو انت ما تعرفش فخليني احكي لك اللي حصل. يوم 21 نوفمبر رامي صبري طلع في لقاء مع أسماء إبراهيم في برنامج حبر سري، أسماء إبراهيم اللي بالنسبة لي في نفس صندوق المذاعات اللي حطيت فيه بسمة ورميته في المسقط العمومي. المهم بتيجي فقرة يا صابت يا خابت، بتتجلى طبعا كريتيفيتي المعد وكل القائمين على البرنامج الأهطل ده كعادة جميع ما يقدم في تلفزيوننا الحبيب في اختيار اسم الفقرة، ويقول لك بقى ايه شوية أسئلة مش هتشطة هنقطعها من الحلقة، وبعد كل جملة من رامي صبري هنحط ساوند افكت الصدمة وننزلها على يوتيوب ونبقى عملنا شوية فلوس زي الرز. بعد هري كتير من العظيمة أسماء إبراهيم ومحاولات إنها تنرفز رامي صبري فيتعصب علشان يقول كلمتين يتشيروا والحلقة تنجح ومرتبها يزيد، بتسأله عن سبب استمرار حفلاته بعد فترة أحداث 7 أكتوبر في غزة، بيقول لها إن هو مفيش في إيده حاجة فعلا، ومش الحل إن الناس توقف شغلها، وإنه مش شغال لوحده في ناس شغالين معاه، بيوتهم هتتخرب لو هو وقف. فعلا كلام صح 100%، ولو عندك غير كده تبقى بتاع مزايدات وروح اتخانق في بوستات الفيسبوك وما اسمعش حسك عندي. أنا وجهة نظري في موضوع غزة أو لبنان أو سوريا، دي بلاد حرب من زمان، يعني من قبل ما احنا نتولد أصلا احنا عارفين أو شايفين إن هي بلد حرب فيها مشاكل، إن احنا عرب طبعا لازم نبقى واقفين جنب بعض، وأنا فاهم ده كويس، ولكن في الشغل أنا مش شايف إن احنا لما يكون جاري بيتخانق مع جاره إن أنا بطل شغل، مش هو ده الصح. وجهة نظري كده، في ناس بتختلف معاها وفي ناس بتتفق معاها وده طبيعي. ساعتها انا فاكر ان الفيديو ده يعني اتشهر كتير واتشتمت كتير قوي. هي شايفه ان دي مهنه ترفيهيه ولازم طالما في حرب تقف. انا ضد الفكره دي تماما، وانا عندي ناس شغاله معايا كتير، انا عندي تيم كبير اكتر من 200 شخص، مش بس الباند او الفرقه، لا عندي شركه وعندي مساعدين وعندي مانجمنت اداره وعندي مرتبات وعندي شركه كبيره، انا بقالي كتير. فالموضوع ده لما بيقف بقرر انا اوقفه، كل دي بيقفوا معايا، اكيد مش هيقفوا، فاهماني؟ فهو الموضوع ده انا بشكل عام مش معاه قوي، لانه هو ده مش ده الحل ان احنا ما نغنيش، بالعكس احنا نفضل نشتغل كلنا، دكتور هيشتغل والمغني هيشتغل وحضرتك هتشتغلي وكل الناس تشتغل.
فبتحاول توقعه في الناس اللي في الوسط حاليا، بتقول له انت رقم كام ومين تحتك ومين فوقك، وهل يا ترى ممكن تلبس حاجه غريبه علشان تطلع ترند. قال لها انه مش مهتم تماما بالترند وانه مش نجاح وانك ممكن تبقى ترند وتختفي عادي جدا. عنده حق 100% برضه. طب ما يعني ما انت شايف حواليك اهو عمرو بيلا ترند وشبيه مبابي وشبيه محمد صلاح ترند، صباح الفل يعني. فشوف بقى طبعا المذيعه المحنكه طبعا بتقول له يعني ممكن تلبس مثلا حلق بترمي على عمرو دياب. ورامي صبري اخد باله، قال لها انا عارف انت عايزه توديني فين وكثافها. فللاسف ما نجحتش خطتها في ان هي تسال سؤال من غير ما توضح هي قصدها على مين. فبتقول له طب ممكن بقى ممكن تلبس حاجه شيفون زي احمد سعد مثلا. هو جاوب بكل احترافيه وقال لها لا، بخاف من الجمهور وبحترمه ومش هعمل حاجه مثيره للجدل تخلي حد يكرهني، وانا مهتم جدا بشكلي قدام الست وبنتها اللي بيسمعوني وما بحبش ان انا اطلع بشكل مش كويس. وبنيجي بقى عند بدايه الدوشه والكلام اللي عمل نوش، وبتساله هل تعتقد ان توليت يستاهل كل الضجه دي وانه يبقى ترند؟ بيقول لها انا ماليش ان اقول في حد يستحق وفي حد ما يستحقش، لان حته الراب والاندر جراوند دي تعتبر دايركشن غير بتاعي تماما. حرفيا اجابه مثاليه، لا قال حلو ولا قال وحش، هو قال مش انا اللي حدد حاجه زي دي. تيجي بقى المحترفه الايقونه التي انهار لها عرش مفيد فوزي وعماد الدين اديب وياسمين عز وكل هؤلاء العظماء، وتقول له لا ده مش اندر جراوند، ده توليت بقى رقم واحد. يقول لها طب ما انا ممكن ابقى رقم واحد اسبوع وبعدين ما حدش يفتكرني. تقوم بقى ايه تقيم عليه الحجه وتنهي النزال بجمله خلدت على برطمانات المخلل، وتقول له لا ده بقاله 6 شهور ترند. هو ما بقاش اندر جراوند، بقى رقم واحد على كل المنصات من غير ما نعرف شكله ولا حتى نعرف اسمه الحقيقي. لا عادي، ما انا ممكن ابقى رقم واحد برضو اسبوعين 3 بس دي حقيقه. ممكن ابقى رقم واحد باغنيه او 6 شهور. الاغنيه 6 شهور يا مؤمن. سبحانه هنا بقى انا رميت الفوطه وانهارت من الضحك وجالي بانيك اتاك واتحجزت في مستشفى التخصصي 3 ايام، ورجعت وباشر عملي تاني بكل حرص علشان ما عنديش صحه اضيعها على واحده زي دي بصراحه، والدكتور منعني بس للاسف لازم اكمل الحلقه. وبتقول له هل تعتقد ان توليت ظاهره وهتختفي وهل نجاحه مقرون باخفاء هويته؟ بيقول لها ما اعرفش هيختفي ولا لا، علشان في ناس كتير بتطلع تنجح وتختفي تاني عادي جدا. فبتتزنق هي تاني وبتدخل في حته توب 1 على انغامي والهري ده من كتر ما هي ما عندهاش معلومات اصلا ولا فاهمه هي بتتكلم عن ايه. بيقول لها عمرو دياب رقم 1 وانا رقم 2 لو انت بتتكلمي بقى على الارقام في الابلكيشنز، ودي فعلا حقيقه. بيقول لها جزء من نجاح توليت علشان خبى وشه عمل زي بتوع داعش دول، والناس فضلت تدور عليه وسمعوا الكونتنت بتاعه عجبهم فعلا لانه حلو. اهو قال ان فعلا اللي بيقدمه توليت ده حلو وقال ان نجاحه شيء جميل. يجوا بقى المراهقين والعيال المبربره تصيح على كلمه زي بتوع داعش دي مع انها كلمه حقيقيه 100%، وهو فعلا مخبي وشه زيهم ودي حقيقه ما فيهاش اي كلام عيب يعني. بس هو انت مش عارف تمسك عليه ايه، انت كاره جدا لنوع المزيكا ده لان دماغك مربعه باصص في اتجاه واحد كده وما انتش عارف تتقبل اي حاجه فبتتحايل على الموضوع. وبعدين طب ما فعلا هو 70% من نجاحه علشان مخبي وشه، واحنا بقالنا 6 شهور ما فيش ورانا حاجه على تيك توك غير ان احنا عمالين بنقول يا ترى توليت ده بقى خفاجي ولا الفنانه انعام سالوسه ولا الراحل محمد شرف ولا مين بقى يا ترى. فدي حقيقه فعلا عمره ما كان هيبقى بهذا القدر من النجاح لو ما كانش مخبي وشه. واجه نفسك بالحقيقه وخف جهل وحاول تقرا وتسمع وتعرف اكتر عشان قرفتنا بصوت نهيقك الغبي يا طفل يا ابو بربور. ده كان رد رامي صبري على سؤال المبجله اسماء ابراهيم. لو انت عندك مخ هتفهم انه ما قالش حرف غلط، بالعكس قال انه شاطر وناجح والاغاني حلوه. يجي بقى ذو المزيج من الجهل البسيط والمركب زي ما قلنا يكتب في ستوري عنده ويقول لرامي جرب تركز في المزيكا اكتر، بدايه القصيده كفر، مين ده اللي يركز في المزيكا؟ ده رامي صبري في 2006 كان عامل حبيبي الاولاني ومكسر بيها الدنيا وانت ساعتها كنت بتشوف حلول لحب الشباب، فصباح الفل يعني. ويكمل في الستوري ويقول ما تقولش رايك اللي ملوش لازمه في حد انجح منك واصغر منك، وده بيبين خلل عقلي عند الفنان تو ماتش، لان رامي اتسال وجاوب في انترفيو وهو ما تبرعش برايه كده من غير هدف. وبعدين لو حد ملوش لازمه يبقى انت يا حديث الولاده، وبيفجرها في باقي الستوري ويقول انه انجح من رامي صبري، وده خلاني اتخذه كمعاق ذهنيا وكلامه لا يؤخذ بيه على اي محمل. وهوب كده بدون اي مقدمات الاقي ايدي داخله لوحدها كده على سبوتيفاي سبحان الله وبتسمع اغنيه الفنان تو ماتش اللي هي حبيبي ليه، بحبها قوي بصراحه. وهوبا بسمع بعدها بعدت ليه بتاعت عمرو دياب برضو بحبها جدا.
وقلت ده ابسولوت سينما. وبعدين هو ايه ده؟ انا مش دارس مزيكا يعني، بس بتكلم كمستمع قوي وكمستمع لجميع الجانرز اللي بتتقدم، وما عنديش مشكله مع حاجه غير المهرجانات ومع الكائنات اللي مش قادر افهم هم بيعملوا ايه دول. بس هو مش كل الدخلات دي تعتبر واحد ولا ايه؟ طيب قمت انا بقى ايه، امسكته بالقلم الصغير واخذت اكتب زي اي مقدمه موضوع تعبير مفيش حد بياخد فيها الفول مارك عشان مفيش مدرسين بتقراها، ورحت كاتب في ستوري تو ضحك اللي عمل اغنيتين نجح بيهم، بيقول رامي صبري ركز في المزيكا دي شخت منك يا فنان على الاخر. وقمت منشنه، شاف الستوري وما عملش اي حاجه لمده 4 ساعات. نزلت الكليه امتحنت 3 مواد وجيت لقيته مبلكني. يعني انت مثلا ما قعدتش التفكير في كلامك ولقيت انها شخت منك فعلا ومحتاج ترجع في اللي قلته ده؟ لا، ده بيكابر وبيبلك الناس. وعند اللحظه دي انا اتعصبت، مش عشان البلوك صباح الفل مين ده يعني، علشان انا بتجنن لما الاقي حد ملوش قيمه يفكر نفسه شيء. فعلا توليت لحد النهارده لسه ملوش اي قيمه على الارض. الناس هي اللي عملت منه هذا الشخص في وقت قليل، وانا واحد من الناس دي بالمناسبه. احنا اللي طلعناه. اسابيع وانا شغال وبصور مشغل جنبي الالبوم الجديد بتاع توليت لانه فعلا حلو. لكن بدماغك دي انا بقيت بقرف لما اسمع لك صوت على تيك توك ولا غيره. ده كان كلامي عن الفنان تو ماتش. نيجي بقى لتو ماتش رقم 2، ويجز، اللي من زمان ليه كام حركه كده بيخلوني ما بطيقش اي ظهور ليه. بيقول رامي صبري في احدى اللقاءات انه ما بيفهمش كلام ويجز لكنه شاطر ومزيكته حلو، وساعتها الكلام ما بيعجبش ويجز. ما تفهمش ليه، بس هو ليه كده طلعات؟ ما انت فعلا ما حدش بيفهمك. يعني تقدر تقول لي ايه ده؟ في نفس اللقاء بقى مع اوبرا وينفري العرب، اسماء ابراهيم بتقول لرامي هل ممكن تعمل دويتو مع رابر؟ قال لها عادي جدا. قالت له مين؟ قال لها في بابلو وفي ويجز، مع انه زعلان مني معرفش ليه. قالت له لا انت عارف كويس هو زعلان منك ليه. راح حكي الحكايه اللي انا قلت لك عليها من شويه دي، اللي مفيش فيها اي حاجه غلط فعلا، مفيش اي سبب يخليه يتضايق منه. لا ده بيقول ان الشباب دي ناجحه من اول يوم وشاطرين ومش عايزهم يوقفوا. ممكن تعمل ديو مع مطرب راب؟ اعمل طبعا، ما اعملش ليه؟ راب. ايوه اعمل ليه، ما اعملش ليه؟ مين طيب؟ لا في كتير، في ناس كتير. اختار حد. في بابلو، مروان بابلو ده شاطر جدا، وويجز مع انه زعلان مني، ما اعرفش زعلان مني ليه. لا انت عارف، انت قبل كده قلت ان كلماته مش مفهومه، ودي كانت حقيقه، انا ما كنتش فاهم كلامه فعلا، ولحد النهارده في كلام ممكن يشتغل ما فهموش، انما انا قلت عليه انه بيعمل مزيكا حلوه. ممكن يكون كان غريب علينا، لكن دلوقتي هو فرض نجاحه واثبت ان هو نجح جدا واغانيه بقت معروفه. الشباب دي ناجحه من اول ما نزلوا، زي توليد ده كلهم نجحوا. الموضوع أو احنا ضد النجاح، اللي ضد النجاح ده مريض. كان غريب على ودننا بس الاول. اللي ضد النجاح ده مريض نفسي عنده مشكله. لازم الناس تنجح، ولازم الناس تسمع اشكال تانية من الموسيقى واجيال تانية، فاهم قصدي؟ ولكن انت بتسالني على رايي انا، انت رايك ايه؟ انت بتيجي تسالني على حاجه وترجع تاخدها مني يعني تقول لي انت بتقول كده ليه؟ ما انت بتقول لي رايك ايه؟ فانا ساعتها قلت ويجز شاطر جدا، وهو فعلا شاطر ومجتهد، ودنهم حلوه، مجتهدين وبيذاكروا وشاطرين ان هم بيشتغلوا ومش واقفين. لا شغالين كويس. انا عايزهم يفضلوا شغالين، ما يهدوش. يعني يخرب بيت كده، انا قاعد بدور على مشكله في الكلام مش لاقي. ده حتى اوبرا وينفري العرب ما حاولتش توقع مثلا رامي ولا تخليه يغلط في حاجه. مش قادر افهم فيه دوشه ليه. اصل ابو صرخه جنان ويجز ده طلع كعادته يصوت في ستوري باسلوب قميء وبلغه الشارع اللي هو جاي منه واللي المفروض انه تخلص من عاداته ووقف في النظافه، لكن للاسف هو طلع ما نضيفش ولا حاجه. وخد عندك بقى هاري للصبح يا معلم. هتكلم على فنان فاكر ان عنده صلاحية يطلع يتكلم في اي وقت على اي حد والناس تسمع وتسكت يعني. الفنان ده اسمه رامي. الفنان ده رامي ده بقى كل ما يقعد كده 4-5 شهور يزهق يطلع يقعد يتكلم في التلفزيون على بتوع الراب والهيب هوب وكده. طيب انت بتتكلم امتى على بتوع البوب اللي انت منهم؟ يعني هتتكلم امتى على فنك ومجالك وكده؟ انا شايف ان انت ما تفهمش في الراب ده حاجه ولا بتفهم الكلام بتاعه زي ما انت قلت قبل كده، فمش هتعرف تعمله. فانا راجل مثلا لو لقيت واحد بيعرف يسوق عجله وانا ما بعرفش بحترمه. ليه؟ عشان هو عمل اكيد حاجه غير اللي انا عملتها، اشتغل على نفسه في حاجه انا ما اشتغلتش على نفسي فيها. فانت ما بتقدرش الفنانين دول، انت شايفهم كده بيحاولوا يوصلوا الليفل اللي انت فيه في حين ان هم اوريدي معديينك. انت مش رقم 2 يا رامي، انت رقم يعني 19 مثلا، انت بعيد قوي يعني بجد. هو ما قالش حاجه من دي وقدرك وقال انه يعمل معاك اغنيه عادي جدا، بس هي الهورنه من اجل الاتنشن فعلا مبهدلاك انت واللهطه للتاني. بيعمل حركات هطله كده ويجز ده لو انت مركز معاه على تويتر مثلا، صريخ قومجي انا مصري مش عربي، ويكشي يهرسني قطر لو حطيت الشاورما السوري دي في بقي، وتحيا الشاورما المصري والمجد السمسمه وكل الهاتش ده. وخليني اقول لك ان ويجز علشان علم فلسطين اللي رفعه في كام حفله واللي هي حركه عاديه جدا وما قدمتش ولا اخرت، بس هو زي ما قلت لك احنا علشان ما فيش في ايدينا حاجه
عاملها بدانا ندي شاوت اوتس لحاجات عاديه ومش انجازات خالص. ويجز بقى طلع يخبط بكل اريحيه وفاتح صدره مستعين برصيده اللي جمعه من حركه زي حركات رفع العلم دي، لانه عارف كلام رامي صبري في الموضوع ده ورايه في استمرار الحفلات والشغل بعد اللي حصل في غزه. يلعب لعبه ديرتي قوي دخلت على جميع من نهق في الكومنتات في اي بوست ودافع عنه، وبعد كل الكلام ده يفضح نفسه يقول لك بقى لنا اغنيتي الجديده. يا جماعه استنوا اغنيتي الجديده ان شاء الله يوم 27. اغنيه مش هقول لكم هي عباره عن ايه بقى. استاذ رامي بقى ممكن يقول لنا، يشرح لنا بقى بعد ما الاغنيه تنزل، يشرح لنا الاغنيه دي عباره عن ايه لو فهم. تفكرك اذكى من كده بصراحه يعني، ومش هتظهر انك بتاخد اللقطه علشان اغنيتك، وبوستات بقى فيها استخفاف دم وقله ذوق وحقاره من ويجز على الفيس، وبعدين يرجع يدرك مدى كارثيه اللي هو عمله وان الناس هتديله على قفاه وبيمسحها وحاجه مهزله يعني. ولو لاحظت الناس بتتكلم وبترجع تدرك غلطها ما عدا العيال اللي في الكومنتات. انا بعجز قدام غباء ابناء جيلي من جين زي دول، تسمع سخريتهم بقى لما يسمعوا الكورال اللي بيغني الحب فين بتاعت بابلو في ريد بول سيمفونيك ويقول لك هرجع التيكت بقى واحلام العصر دي تقل دم. نرجع ونقول الجهل يا جاهل اسمها سيمفونيك. عايز برضه تدخل تتطرش من البيت ويجيلك ضمور في طبلة ودنك وتنزل دم في الحفله وتقعد تتنطط، مش جايه معاك خالص اسم الحفله ولا النسخه اللي اتعملت منها الكايروكي اللي كانت عظيمه بالمناسبه. لا هي العيال دي خلاص صريخ وصويت ونشاز البحراوي واحمد عامر عمل لهم ضمور في خلايا مخهم. بعد حلقه مزيكه صالونات بتاعت حسام حسني وسانتا برضه تضرب بعينك كده تلاقي الصياح وشتيمه في حسام حسني، برضه مش جاي معاك ان الهدف من الشو ده انك تشوف تراك طالع من اتنين مختلفين تماما على بعض. لا ده بداوا يشتموا حسام حسني ويقول لك ما تجيش تاني وبتاع. ميدو اللي ساكن في البصايله وسال النت من محل التليفونات اللي تحت بيتهم قرر ان حسام حسني وحش خلاص، كنسل تاريخ الراجل ده بقى وكل اللي عمله من تلحين وغنى. فاكر مسلسل بيمبو يا اسطى؟ المسلسل اللي مفيش فيه اداءات غير ويجز وسليمان عيد، الباقي هتجنب اتكلم عنهم عشان اتخنقت ومش ناقصه قرف بصراحه. المسلسل ده ايه المميز فيه يا ابو العريف؟ وايه اللي خلاك تفضل تشير منه بقى حتت على التيك توك وتحط فيها اغاني؟ اللوك التسعيناتي والاغاني، حميد الشاعري وسيمون وحنان، ده جيل حسام حسني اللي انت بتشتمه، وجيل عمرو دياب برضو اللي انت داير تشتمه عشان انت جاهل وما تعرفش حاجه انت عن عمرو دياب عشان تشتمه. ما تقوليش ما بحبوش، انت ما تعرفش حاجه. على قد ما انا مش طايق الحلقه دي على قد ما انا خرجت فيها الطاقه السلبيه اللي في دماغ الواحد من التخلف اللي بيشوفه على النت. وفي النهايه انا فعلا بقدم خالص كرهي واحتقاري لجيلي ده ومدى غبائه وجهله بل ورفضه المستمر ان يفهم ويثقف نفسه وينضف، ما عدا ناس معينه يعني. والحمد لله الفئات العمريه اللي بتتفرج عليا من 18 وانت طالع، وده مريح علشان الواحد مش ناقص يعني. وبس كده.